السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بألف خير وفي أحسن الأحوال. قناة وصفات وشيوات كريم كترحب بكم مرة أخرى من بعد هذه الغيبة الطويلة. رجعت لكم واحد الفيديو كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. هاد الشباكية اللي كتجي رائعة ومعلكة وشاربة العسل غنشاركها معكم إن شاء الله بطريقتي، يعني حتى المبتدئات يقدروا يصوبوها في دارهم. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه ديال التحضير والمكونات اللي حضرتها بها. غنبداو على بركه الله في المكونات. حطيتهم كلهم باش ما ننساهمش، لان الشباكيه الا نسيتي فيها شي حاجه ما كتجيش زوينه. سكرينيوهم باش لا بغيتي تحضروها تعرفوا شنو غادي ديروا. عندنا المكونات الاولين هو الجنجلان واللوز. نص كاس نص كاس، كاس ديال العنبه كنعبروا به، كاس عامر ما بين الجنجلان واللوز مطحونين مزيان وما محمرينش. واحد 4 كاس ديال الماء دافي درت فيه شويه ديال الزعفران شعره الا كان متوفر عندكم، وربع دامه ديال الزعفران شعره. عندنا واحد 2 معالق ديال الخل، وعندنا معلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه، شويه ديال الملح وشويه ديال المسكه حره مطحونه. البيضه غنديرو غير الصفر، وشويه ديال الكوزه الا كان ممكن يستغنى عليها، ومعلقه صغيره ديال القرفه، وكاس ديال الزبده والزيت. الزبده كندوبوها حتى كتولي على شكل نوازيط ما كيبقاش فيها الماء. كنعبروا نص كاس عنبه وكنزيدوا عليه نص كاس ديال الزيت، ممكن اننا نخلطوا حتى الزيت زيتون، الزيتون اللي كيبغيه. بالنسبه للدقيق عندي 600 غرام. اللي ما عندوش الميزان يعبر بكاس العنبه 6 ديال الكيسان ديال كاس العنبه هما 600 غرام. كنضيف النواشف يعني النافع وحبه حلاوه، وكنضيف القرفه وكنضيف الملح وشويه ديال المسكه حره. من طبيعه الحال يكون هذا الشيء مطحون مزيان باش ما تقطعش ليا العجينه. كما شفتوا كنخلطوا النواشف. من طبيعه الحال القرفه راه ذكرتها في المكونات في الاول، معلقه صغيره. واللي نسيت ما ذكرتوش هو نصف باكيه ديال الخميره ديال الحلويات، يعني 4 غرام. كنخلطوا داك الشيء في المونينكس، وكناخذ النواشف كما شفتوا نبسبسهم مزيان، وكنبدا نضيف داك الخليط اللي خلطت في الخلاط الكهربائي ديال الزبده والزيت والجنجلان واللوز، وكنبدا نجمع العجينه كنجمعها نص كاس ديال الماء زهر، وكنكمل بشويه ديال الماء دافي. كنبدا ندير غير بشويه بشويه، العجينه ما خاصهاش تكون مرخوفه. الا كانت مرخوفه غتعذبكم وما غاديش الشباكيه زوينه. هادو بعض النصائح اللي ما كيذكروهمش الحلاويات. كل ما كانت الشباكيه يعني العجينه ديال الشباكيه قاصحه شويه راها غترخف. انا درتها قاصحه وجمعتها، حاولت انني نجمعها غير بقطيرات ديال الماء، يعني ما دخلتش فيها الماء بزاف. ودابا راه هاني كنجمعها وهي قاصحه في يديا، ولكن ملي غنديرها في كيس بلاستيكي يعني غادي ترخف. وعاوتاني غادي نكمل معاكم وغتشوفوا المراحل كيفاش كتولي مرخوفه في يديك وكتخدميها بسهوله. كما شفتوا قطعت العجينه على كريات يعني متساويه، 6 ديال الكرات، وخديت واحد الكيس بلاستيكي وحاولت انني نديرهم فيه ونجمع باش العجينه كترخف. يعني في هذه المراحل كترخف كنخليها واحد ربع ساعه ولا نص ساعه على حسب الا كنت كنقضي شي حاجه. الا كنت كنخدمها ربع ساعه كافيه. وكنجبد اول كره كما كتشوفوا العجينه ترخفات وكتبان زوينه، يعني ما عذباتني ما والو. كنبدا كنطويها على شكل مسمنه كما كتشوفوا، يعني راه الفيديو واضح. كناخذ هذوك الكرات كلهم، كنبدا دائما بالاولى اللي صوبت كنطويها وكنرجعها لبلاصتها. يعني الشباكيه دائما كتخدم بهاد الاكياس بلاستيكيه يكونوا نقيين ديالها. كنعاود نستفهم وكنغطيها وكنخليها. المرحله ممكن اننا نخليوها تبات ما عندناش مشكل، لاننا ما دايرينش فيها الخميره ديال الخبز.
الحبيبات ولا المعجونه ما عندناش مشكل، واخا تبات راها غادي غير تزيد زيان وغتطلق لك في يديك وتخدميها بسهوله. يعني الا بغيتي تقسمي المراحل ديال الخدمه باش ما تعيايش، راه هادو هما الاسرار اللي كيديروا الحلويات. كيعجنوها وكيخليوها تبات، عاد كيخدموها ثاني، كيعجنوها وكيشبكوها وكيخليوها تبات، عاد كيطيبوها باش ما تعيايش. الشباكيه كتعيي، يعني كتبغي واحد المجهود كبير، ولا ما كانش عندك العوين راه ما غاديش تقدري تصوبيها، غادي تملي وما غتصوبيها مره واحده، ما تبقايش مازال تدوري بها. كيما شفتوا في الفيديو راني كنخدم والصوره واضحه. سرحت العجينه، ولكن فوق سطح العمل ما يمكنش ليا نخدم ونبقى غاده جايه. هاد الماكينه ديال الشباكيه كتركب ليا غير في هاد الطبيله، كنجي كنجلس وكنخدم مرتاحه. عاود هزيت العجينه وجيت هنايا جلست، حطيت حدايا كاع الماتيريال باش غنخدم وبديت كنرشم. كنسرح العجينه وكندوزها في الماكينه كما شفتوا سيوره. كتجي كنديرها رقيقه باش ما يجيش عندي بزاف ديال الكسور وديال الروتوش، وكندوز عليها هذاك الطابع ديال الشباكيه، المرشم اللي كيتباع عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. صراحه راه نفعنا بزاف، لا انا لا كلشي الحلويات ولاو كيديروه. يعني كتربحي الوقت، ما كتبقايش الجراره تشرطي كياخذ لك الوقت. هذا ساهل وكتجي كيجيو دوك السنينات ديالو باينين. وكما شفتوا كتجي تشبيكه زوينه، كتجي بحال الوريضه. حنا غنعاودو كناخدو دوك السنينات جوج كنحطوهم على جوج وكنقلبوها، كناخدو الخامس اللي بقى كنرجعوه على الثالث، وكنقرصو دوك الودينات، كنقرصوهم مزيان باش ما تحاش لنا في الزيت. كنقلبوها كتخرج لينا وريضه، كنحاولوا نجبدوها من الجنيبات وكنضغطوا على دوك الجوانب باش حتى هما ما يتحلوش لينا. غنوريكم وحده اخرى عن قرب. كنظن الفيديو واضح. كتجي زوينه هادي وساهله، واي وحده تقدر تشبكها. كنستمر على هذا الحال حتى كنكمل العجينه ديالي كامله. صراحه كملتها وخليتها باتت ليله كامله تنشفات مزيان. ها هي من بعد ما كملت هاد القياس اللي درت لكم غير 600 غرام، ولكن انا راه كنخدم اكثر، يعني الكليان باش اللي بغى يخدمها تجيه ساهل. هاد القياس هاد المقدار يجيه ساهل، يعني يقدر يغلب عليه. الا درتو كتر، الا كنتي اول مره غتصاوبي الشباكيه ودرتي كتر، راه ما غاديش تقدري عليها، غادي غتملي وغادي تجيك صعيبه بزاف. بديت نقلي. قبل ما نبدا نقلي درت الزيت يسخن، درت العسل حتى هو سخن قبل ما نسخن الزيت. هاد المرحله مهمه. درت العسل يسخن، ماشي يغلى بزاف ولكن يسخن، وحطيته. عاد درت الزيت يسخن باش كتدخل ليا، باش الشباكيه كتشرب ليا العسل. والعسل بطبيعه الحال ديال المعسلات خاصو يكون خاتر بزاف. غنحط لكم ان شاء الله واحد الفيديو ديال العسل، واخا راني حاطه في القناه قبل، ولكن راه ما يقدروا ما يطلعوش ليكم. غنعاود معكم الفيديو ديال العسل. اما شفتوا سخنت الزيت مزيان، نقصت الحراره وعاد لحت الشباكيه ديالي. كناخذ واحد العويد وكنبدا كنقلب. هاد العود ديال الشواء زوين، كتبقاي تقلبي حتى كطيب. بطبيعه الحال العافيه ما خصهاش تكون سخونه بزاف باش ما تجيش معجنه من الداخل، طيب على خاطرها. نعطيوها وقت في الطياب، نبقاو نقلبو هكا 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 حتى كتبان لينا ولات مذهبه بحال هذا اللون. وكنهزوها كنخشيوها في العسل مباشره وكنبركو عليها باش تشرب لينا العسل. بالنسبه للعسل قسمته على جوج ولا حتى على كثر. الا كان عندنا العسل كثير، الا كان عندنا قليل نقسمو على جوج. القليه الاولى نديروها في كاسرونه الاولى ولا طنجره، والقليه الثانيه في كاسرونه الاخرى، ونخليو الشباكيه ديالنا تشرب العسل مزيان تا نقليو القليه الثالثه. عاد نبداو نحيدو فيها. خديت واحد شويه ديال العسل درتو في كاسرونه، زدت عليه شويه المسكه الحره وخليته كيغلي واحد 3 دقائق. مني كملت الشباكيه ديالتي ودرتها في كسكاس، خليتها بردت شويه وكبيتو عليها. هاد الطريقه كنديروها باش كيبقى لاصق فيها العسل، وتا الجنجلان ملي كديري عليها كيلصق. بطبيعه الحال كملت وبديت كنستف.
وكندردر الجنجلان، هاد الجنجلان خاصو يكون محمر. ها هي الشباكية من بعد ما كملتها كتجي رائعة ومعلكة وشاربة العسل. كنتمنى هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ودعموني بلي لايك، ما تنساوش لي لايك وتبارطاجيوه، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعة ديالكم.